وريني بقى، وريني ايه ده؟ كل ده بص، لا 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 اشوف ده كلمنا عن ده. تمام. في تمور الواحات البحريه، طبعا احنا شغلنا في بلح الواحات اللي هو النص جاب، الجوده العاليه. بلح الواحات البحريه نص جاب. وعندنا برضه زيت الزيتون البكر الممتاز، برضه عاملين عليه عرض، الناس المشاهدين عارفين. انت عامل ان 3 كيلو ب 80 جنيه. تمام صح كده ان شاء الله. انت ايه عايز تخسر؟ لا ده احنا بنشرب بكم، احنا اهم حاجه عندنا. وعندنا طبعا زيت زيتون بكر ممتاز. كلمنا على التمور وبعد كده نرجع ايه للزيتون. تمام. عندنا جميع يعني كذا نوع من التمر، بلح الواحات، وعندنا نوع عراقي، وعندنا اللي هو العجوه المفرومه. العجوه المفرومه برضه نفس الكلام. وفي منها كذا عبوه، في العبوات الكيلو، وفي 700 جرام، وفي ال 700 جرام، وفي 5 كيلو، وفي 3 كيلو. تمام. ودي عجوه ولا دي ايه؟ ودي عجوه جراد العجوه برضه عايزين على خصم عندنا 130 جنيه برضه. كلمني برضه عن الحاجات اللي موجوده، المنتجات الثانيه اللي عندنا. طبعا الشاي الخشن الاخضر والاحمر اللي هو طبعا ما بيبقاش موجود في القاهره، احنا بنجيبه للعملاء بتوعنا لحد عندهم. أيوة. عندنا برضه عسل نحل انتاج الشركه، حاجه كده عاليه. ودي هريسه. وبرضه الناس اللي بتطلب دبس التمر اللي هو بتاع العسل بتاع البلح، في منه نوعين، في الصاج وفي ده ايه ده؟ ده برضه عسل البلح. حلو قوي. طيب بقى القسم بقى عامل الزيوت بقى جميع اشكالها. زيوت يعني ده انتاج الشركه الاساسي. ده كله من مزارعكم؟ 90% مزارعنا، وفي بنستورد بقى من ليبيا، وفي ناس بتطلب من تونس. كل ده بنوفر لجميع ده مزارعنا. انا كنت سامع حد بيقول لك دلوقتي عايزين ندوق العسل بتاعكم حلو زي التمور ولا لا، صح؟ لكن نتكلم على العروض. وادي تمر السكري المفتل. ده تمر عليه خصم 15%. في علبه وزنها 500 جرام عليها خصم 15%. عندنا برضو يميش، عندنا جوز الهند، عندنا انواع يميش تشكيله كامله، عندنا مشمشيه. ده مكسرات كمان. ايه عجوه مفروم صح؟ دي عجوه مفروم. دي عجوه هي عباره عن بلح خام. يعني حاجه نظيفه متحلله بنصدر منها. بتصدروا كمان. احنا هنيجي لحته التصدير دي، بس عايزين نتكلم على كل المنتجات بقى. وانا تمر عندنا برضو هنا تمر ميكس بالمكسرات. ده تمر فيه عين جمل ولوز، وفي برضو كلنا برضو العروض. ده برضو عليه خصم 20% ان شاء الله. عاملين برضو اوفرز بوكسات. في بوكسات عليها خصم 25%. وريني كده البوكسات. فين العجوه؟ انا شفت ايوه العجوه كام دي؟ فين المنيو بتاع البوكسات اللي عليها الاوفرز؟ تمام. بص يعني 35 جرام. كل المكسرات دي عليها خصم 15%. كل انواع التمور عليها خصم 20%. 20% التمور. انت بتضحي ان شاء الله. بس كده. طيب احنا شايفين طبعا الناس برضو حوالينا اهم. طيبات الوادي عامله شغل حلو. وريني كده بقى. ايوه افتحها كده. على عينك يا تاجر اهو، على عينك يا تاجر. ورينا التمر المجدول برضو. تمام. ده انت بتضحي بقى. مش كده. ده تمر مجدول. ايوه باين طبعا جودته. وده ايه؟ ده رطب واحات. تمر برضو واحات، بس ده كله من عنده فريش تقريبا. ده بس ده تمر وادي، بس كاجو. طيب عايز اسالك نازل بعروض او خصومات؟ ان شاء الله في عروض جاهزين احنا على في 700 جرام. في عروض عادي. بص يعني مفيش حاجه، احنا مع بعض. بص انا عايز اسالك سؤال. انت منزل ب5 كيلو وبارقام عاليه، يعني هل ده معناه انك انت جاي هنا لا اللي هو انت مش اول مره؟ ده مش معناه ان انا انزل بكميات قليله خوفا من ان انا اخسر. لا، انت عندك الفكره ان انا انزل بكميات كبيره تفاؤلا بان انا هيجي ليا عملاء اكتر، صح؟ وانت اكيد عندك فكره مهرجان التمور بعد قليل، صح كده؟ نلتقي الاستاذ الدكتور علاء القاضي، الاستاذ بمعهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه مركز البحوث الزراعيه، محاضره تحت عنوان
طريقه العرض خلى التمر افاق جديده في تمور الفرز والدرجات الدنيا من البلح. يمكن السنه اللي فاتت جينا المحاضرات العلميه خدنا خطوه تحت رعايه شركه طيبات الوادي. بص ان شاء الله الخطوه دي مش هترجعك لورا، دي هتطلعك قدام وانت هتشوف ده بنفسك. احنا هدفنا هنا من مصر لكل العالم، يعني انه احنا هدفنا ان احنا نطلع التمور دي، التمور المصريه دي من اهم التمور في العالم. احنا اعلى دوله انتاجا، بس احنا عاوزين ان احنا نبقى اعلى دوله في التصدير كمان. فقول لنا ان انت ايه الاخبار بالنسبه لموضوع التصدير ده؟ موضوع التصدير طبعا احنا لسه دي خطوه برضه قدام شويه ناس عليها ان شاء الله باذن الله، ربنا ييسر. يعني بس نبدا نحاول نتواجد محليا، وخطوه التصدير خطوه يعني ان شاء الله تبقى قريبه باذن الله. ان شاء الله تبقى قريبه بالجوده وبالتعب وبالمجهود، وان شاء الله وجودكم هنا هيديكم فرصه كبيره. شكرا ليك جدا. يعني يا استاذ محمد احنا في الاخر يعني احنا بننفذ القانون. بقول له صفاء طلعت على طلع قال لي دي استخاره براحتك. قلت له يا باشا ده الظاهر اللي هي براحتك، لكن دي طالعه مشهور. محمد اسامه يعني كانت براحته، وانا من الايام اللي جايه هتبقى براحته. عندهم الثانيه المكنه بتاعتها ما عنديش دخل ثانيه. انا مش هستنى لما كل يوم الاول